سلام الناس، مرحبا بكم معايا في قناة متخصصات التجميل. والله لا بوغوس زوين زوين زوين، والله لا بوغوس فرتوتة يا حوتة. صافي دينا الناس، مرحبا بكم في قناة متخصصات التجميل غزلان. فيديو اليوم ان شاء الله اختاريت نتكلم لكم فيها على واحد لا كريم اللي معروفه على انها سيكاتريزونت، كتكاموفلي اولا كتهدئ البشره الا كان فيها احمرار اولا تهيجات. لكن اللي ما كتعرفوش عليها هي انها كريم مزيله لرائحه العرق، وبطبيعه الحال كنلقاوها اولا كتواجد في الصيدليه، ثمن جد مناسب ورخيص. إذا كنتم من معجبين قناة متخصصات التجميل غزلان، ما تنساوش تخليو ليا لايك على الفيديو، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب او لا سابوني، وما تنساوش تخليو ليا تعليقات باش تشجعوني وتحفزوني على انني نجيب لكم الجديد دائما وتشجعوا استمرارية القناة. كذلك الا كنتو كتشوفوا القناة ديالي كتستاهل على انها توصل 100 ألف مشترك، وهذه هي الامنية ديالي في هذا العام الجديد. كنقول لكم سنة سعيدة، تدخل عليكم الصحة والسلامة والهنا وطول العمر ان شاء الله. اللي عندها شي وليدات الله يخليهم ليها ويحفظهم ليها ويصلحهم ليها، واللي ناويه على زواج او لا عندها خطوبه ولا الله يكمل عليها بالخير، اللي ما عندها والو الله يرزقها بالزوج الصالح شي ابن الحلال اللي تهلا فيها ويسعدها ان شاء الله. واللي ما عندهاش وليدات لا يحرمها. كذلك اللي مطلقه ما نساوهاش الله يعوضها خير ان شاء الله، يجيب لها اللي يستاهلها واللي كتمنى. نتمنى ان شاء الله هاد السنه تكون سنه خير وفال خير علينا وعليكم اجمعين يا رب. اما بالنسبه للكريم اللي اخترت لكم اليوم هو كريم المكون الاساسي ديالو واللي هو علاش معتمدين في ازاله رائحه العرق اولا، هو علاش انا اختاريته كمزيل عرق طبي وكنصحكم به على انكم تستعملوه. فيه في لي برينسيپ اكتيف اولا المكون الاساسي ديالو هو الاكسيد دو زنك اولا بلون دو زنك لا المونوكسيد دو زنك سي اي 77 947. يعني اي مكون او اي منتوج او مستحضر تجميلي لقيتو فيه هذا المكون عرفوه على انه كيعالج اولا كيتريتي لي سيكاتريس، كيبيض. كذلك هو معقم انتيسيبتيك. فاصلا المكون ديال الاكسيد دو زنك il est connu par ses propriétés protectrices et purifiantes، يعني انه كيحمي و il purifie la peau، كيهدئها، كيخلي لابو نقيقيه ورطبه. تعتبر من المطهرات الجلديه او مكمل المطهرات. هو بوحدو كيعقم، ولكن ممكن على اننا مورا ما نغسلو لابو، خصوصا لابو اللي بها او البشره اللي بها مشاكل، فهو مطهر جيد او لا اسينيسون كوتاني بارفي. كنعتبره اولا مزيل عرق طبيعي وامن. وكما قلنا هاد السنه هذه ديال 2019 حنا بغينا نحاولوا ما امكن على اننا نبداو بشويه بشويه تنيفيتيو لي برودوي شيميك، نعوضوهم دي برودوي اللي اقل ضرر، على الاقل الا ما كانوش غير مضرين 100%، ناخذوا شي حاجه اللي اقل ضرر. الوغ في هذا لو بوين هذا علاش انا بالضبط اختاريته لي زيستيل اولا لتحت الابطين. اولا عنده ان ايفي باريير اولا بروتيكتريس بالنسبه للبشره، هو كحاجز وقائي على البشره وكيطهرها. لي بوين هادو اللي قلت ما غادي يكونوا الا في لي زونتي بكتيريان ناتوريل pour éviter le développement des bactéries، باش نبعدوا حنايا اولا باش نكبحوا باش نفرانيو الديفلوبمون ديال البكتيري. كنعرفوا على اننا تحت الابطين كاينين عندنا بكتيريات كتتفرز وهي اللي كتعطينا الرائحه. دوكو الى كانوا عندنا غير واحد لا كونتيتي قليله ديال لي بكتيري، في ربع ساعه كتعاود تتكاثر مره اخرى، دونك كيولي لو دوبل ديال داكشي اللي كان عندنا. دوكو لودور انديزيرابل غادي تكون عندنا، ريحه ضروري غتكون عندنا ولو قليل. اللهم حاولت على انني نستعمل هاد لو برودوي هذا اولا نستعمل هاد البوماد هذه كماتيير انتيسيبتيك اولا ماده معقمه. دوكو ما غاديش يكونوا عندي لي بكتيري، ما غتكونش عندي الرائحه. هنا كنتكلم على ان التنظيف خاصو يكون بشكل يومي بطبيعه الحال. استبدال الملابس، لي سوفيتمون خصهم يكونوا بشكل يومي. وهنا غادي تكونوا تخلصتوا من رائحه العرق ونظفتوا المنطقه، لان هذا الكريم ما يمكنش ديروها اليوم وتعاودوها غدا على نفس المنطقه بلا ما تنظفوها. هذه مساله او قاعده اللي خاصكم تكونوا عارفينها وواخدين بها.
كذلك هاد لا كريم ممكن يستعملوها الناس اللي عندهم لاكني او اللي عندهم حب شباب او اللي عندهم اكزيما او اللي عندهم فطريات بين الاصابع او لا التهاب على الجلد. ديك امنه او لا مسموح بها اوتوريزي بوندون لا غروسيس اي بور لو سوان دي بيبي. هذه مسموح بها السيدات اللي حوامل ما عندهم مناش يخافوا، وكذلك حتى لي بيبي. الا كان عندكم ان بيبي في الدار اللي عنده ايريتاسيون سوا ديال لاكوش او لا تحت من العنيق او لا في شي بارتي او لا حتى هما تيطيبوا بزاف من تحت لي زيسيل تحت من يديهم، تقدروا تستعملوا هاد الكريم. لا كريم اساسا هي انتي فونجيك انتي سيبتيك وما فيهاش مواد خايبه نهائيا. وانا شخصيا هذاك اجتهاد مني نهار اللي خديتها وقريت لي زانغريديون ديالها فكرت على انني نستعملها ليزيستيل او نستعملها كبديل لمزيله العرق. استعملتها وعطات معايا نتيجه دابا تقريبا اكثر من 7 شهور وانا كنستعمل هاد لا كريم هذه. وين اللي شجعني وخلاني على انني نفكر نستعملها كمزيل عرق هو لوكسيد دو زنك. نورمالمون كيكون سو فورم دو بودر اولا كيكون على شكل بودره، وكنلقاوه في الكوزميتيك، كنلقاوه في المكياج، كنلقاوه في الكريمات، كنقدروا نلقاوه كذلك حتى في لي بودر لانه هو اصلا بودره وكيتخلط غير مع لي بودر اللي تيتخلط مع المواد اللي كتكون على شكل بودره. ما يقدرش لوكسيد دو زنك يذوب في الماء او يذوب في الزيت او يتخلط مع شي ماتيير من هاد المواد، دونك كيتخلط مع شي ماده اللي بودره بحالها بحالو. الا كنتو غادي تلقاو لوكسيد دو زنك في لا بارافارماسي خذوها وبقاو ضيفوها لي كريم اللي عندكم اولا لي فون دو تان اولا لي بودر. والشيء اللي مهم ومهم بزاف وضروري نقول لكم قبل ما ننسى هو هاد لوكسيد دو زنك ماده فلتر بروتيكتور انتي الترا فيولي، كتحمي جيدا البشره من الاشعه الفوق البنفسجيه وكتدار اولا كتضاف لي زيكران ولا كتكون هي تقريبا الاساس ديال لي زيكران السولير اولا الواقيات الشمسيه. غندوز معكم المكونات ديال هاد لا كريم هادي. كاين لوكسيد دو زنك، بما انه كاين هو الاول اولا هاد الماده هي الاولانيه اذا فهي كاينه بتركيز اكثر. دونك هاد لا بوماد هادي المكون الرئيسي ديالها هي لوكسيد دو زنك. من موراها كاينه لا فيتامين ا ولا فيتامين دي اللي معروفين على انهم فعالين في الترطيب في حمايه البشره من التهيجات وفي اعطاء كذلك صحه ونضاره للبشره. كاين عندنا البوم دو بيرو. هاد البوم دو بيرو هي نبته كياخذوا منها هاد الماده، كيستخلصوا منها هاد الماده من لاتيج اولا من العود ديال النبته. هاد البوم دو بيرو هي ماده انتي سيبتيك اولا انتي فونجيك، يعني حتى هي كتعقم. وكاينه الماده الثالثه وغتكون باقل تركيز هما لي زيسونس اولا المعطرات الروائح. كاين اسانس دو فيرفيان ديال لويزا، كاين اسانس دو سيترون فوالا، وكاين الوينتر جرين اولا لو تي دو بوا. هاد الوينتر جرين حتى هو نبته، حتى هي معقمه، حتى هي مهدئه ومضاده للالام ومضاده للحروق. اذا هاد البوماد هادي ممكن على اننا نستعملوها كذلك حتى للحروق. صافي دونك هادو هما المواد اللي كاينين اكسيبيون اللي هو صواغ اللي كيتزاد بطبيعه الحال الدواء كنلقاوه في كاع الدوايات. لا كريم الريحه ديالها غزاله، ولا بغيتو تعرفوا اكزاكتومون الريحه ديالها ليش كتشبه غتشدوا اللويزه تقرب وحدها السيترون وشموا مزيان غادي تجيكم واحد لا فريشور. دايوغ الريحه ديالها ديسكريت زعما ماشي شي ريحه اللي قويه او لا قاصحه، وكتبقى فيك واحد لودور فريش توت لا جورني اي فوالا. الوغ بالنسبه لهاد لا كريم هادي ممكن على انك ديريها مورا ما ديري لاسير لان فيها هاد البوم دو بيرو والوينتر جرين بجوجهم هادو تيخفوا الالم ديال العضلات اولا تيخفوا سو سون دي زونتي دولور. ايوا هاد لا كريم اللي نايضه عليها هاد العجاجه كامله هي دوسيا بلوس. كتجي بحال هكا، دابا في البرد كتقصح شي شويه، دونك راه كتاخذوا غير كميه قليله بحال هاد لا كونتيتي هادي اللي خديت
هي اللي ممكن تستعملوا تحت من لي زيسيل، ما خاصكمش تكثروا منها وديروها مره واحده في كل يومين، يعني ماشي شاك جور كنديروا هاد لا كريم، مره واحده في اليومين. الريحه ديالها غزاله، غافريشيسونت، فريمون غافريشيسونت ونافعاني، وما غاديش نقدر نتخلى عليها. وإلا سالات بيان سور غادي نشريها. وهكا غنكون وصلت معكم لافان ديال لا فيديو ديال اليوم. ما تنساوش الا عجبتكم الفيديو ديال اليوم خليو ليا لايك، وصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. وإلا كنتو كتشوفوا القناه ديالي على انها تستاهل توصل 100 الف مشترك، ما تنساوش حمله ديال دعم متخصصه التجميل، ان شاء الله نحقق الهدف ديالي في القريب العاجل ان شاء الله. وهكا نضرب لكم موعد الى فيديو قادمه. ما تنساوش كنبغيكم بزاف، غرو بيزو، باي باي.